السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معاكم بتنجان ابيض. وادي يا حبايبي البتنجان قورناه وغسلناه، وطبعا حضرتكم عارفين القوير ازاي، وغسلناه مع حضرتكم. وطبعا حضرتكم عارفين التسبيكه ازاي. مش لازم نعمل كل ما نعمل محشي نعمل قدامكم التسبيكه هي طماطم وبصل ومعاها شمار وكزبره والرز والتوابل يا حبايبي، وخلطينه كله في بعض. ماشي، هنيجي نحشي البتنجان معاكم. بسم الله. نحشيها بالشكل ده يا حبايبي، ما نحشيهاش جامد عشان ما تبقاش معانا كبسه بعد الطياب. بعد ما نسويها هتبقى معانا كبسه لو حشيناها جامد. شايفين يا حبايبي؟ بالشكل ده تبقى معانا طريه خالص زي الممبار يا حبايبي. شايفين؟ هتاكلوا معانا احلى بتنجان لو عملتوه بالطريقه دي. شايفين يا حبايبي؟ بالشكل ده نحط فيه حبه رز صغيرين خالص، يبقى معانا زي الممبار طري. لو عملتوه بالطريقه دي هتاكلوا معانا احلى بتنجان، لكن لو حشيتوه جامد هيبقى معاكم كابس خالص لما يجي يستوي. شايفين يا حبايبي؟ بالطريقه دي. طبعا حبايبي عارفين، حضراتكم كلكم عارفين التسبيكه اللي هي نقطع 4 بصلات وندبلهم على البوتاجاز، نجي ضايفين عليهم نص عصير شفشق عصير طماطم ونخليهم يتسبكوا، ونضيفين عليهم معلقه كزبره ناشفه ونص معلقه فلفل ونص معلقه شطه ونص معلقه كمون حي وكيسين من المرقه والملح. وبعد كده يا حبايبي نجيب نص كيس من الرز وعليه كزبره والشمار ونخلطهم في بعض. وادي التسبيكه معنا جاهزه. يعني التسبيكه سهله، مش لازم كل مره نعملها مع بعض يا حبايبي. بالشكل ده. وكلكم عارفين تقوير البتنجان سهل بسيط خالص. هنكمل يا حبايبي وهنرجع لكم. رجعنا تاني يا حبايبي بعد ما حشينا البتنجان. ده تاني يوم يا حبايبي هنسقيه معاكم، هنسقيه بالمرقه معاكم. فضل حبايه رز يا حبايبي عملناهم قرنين شطه. هنسقي معاكم البتنجان. بسم الله. البتنجان الابيض بنزود له المرقه شويه غير الكوسه وغير الفلفل، عشان بيحتاج ميه اكتر من الكوسه والفلفل. ماشي يا حبايبي؟ لازم نخليه مغطاه كله، المرقه طالعه لفوق بالشكل ده. شايفين يا حبايبي؟ مش هنضيف اي اضافات للمرقه، لان المرقه حط لها كزبره ناشفه وحط لها فلفل وملح وتوابلها ورق لورا وحبهان وتوابل اللحمه، كل حاجه حطيناها في المرقه اللي هي مرقه اللحمه. شايفين يا حبايبي؟ سقينا البتنجان هيستوي وهنرجع لكم تاني يا حبايبي بعد ما حمرنا معاكم البتنجان وخلص معانا وبقى بالشكل ده. شايفين يا حبايبي؟ شايفين الجمال؟ وادي الشطه يا حبايبي معانا، وادي الشكل النهائي للطبق بتاعنا يا حبايبي. ومع السلامه يا حبايبي. ما تنسوش الاشتراك بالقناه والشير واللايك والضغط على الجرس واللايك بالله عليكم.